يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، على الزباله والقرف وعلى القرف والنتانه والناس المعفنه الناس الجربانه. بصي بصراحه، هو ده اخرك يا بنتي يا ام زياد؟ القرف ده تقعدي فيه؟ انت اخرك اصلا تقعدي في الزريبه مع المواشي. هقول لك على حاجه، المواشي ما ينفعش تعيش معاكي في المكان الزباله اللي انت عايشه فيه ده. بصوا يا جماعه، هي يا ريتها بتتنمر على ان البيت مثلا متطرب او متبهدل، لا هي بتتنمر على المكان نفسه. والله لو بتتنمري على الوساخه والزباله ده تراب، والبيت ده اصلا والدتي هو بيت شقه ايجار، والدتي قاعده هنا في شقه ايجار. فيا ريتك بتتنمري مثلا على الوساخه والتراب، كل ده هينضف، انت بتتنمري على البيت نفسه. دي حاجه مش بايد حد يا ماما يا حبيبه قلبي. لازم قبل ما تتنمري على عيشه غيرك بصي لعيشتك الاول. انت مثلا بتتنمري على بيت زي ده، او مثلا على الظروف او على الحياه، ليه بتكسري بخاطر الناس؟ ليه بتكسري بخاطري؟ ليه ما تقولي تعليق زي كده؟ ووالدتي مثلا وانا بقرا التعليقات قدامها وهي قاعده وتسمع التعليقات اللي انت بتقولها، ده مكان تعيشوا فيه؟ ده الزريبه انضف منه. ده مش مكان حد، انت بتكدبي، ده مش مكان انتوا عايشين فيه. لا مفيش حد بيعيش في الاماكن دي. هو انت يعني عشان مولوده في بقك معلقه دهب او عايشه في فيلل وفي قصور داخله تتنمري على عيشه غيرك؟ بصي وابحثي وشوفي الناس اللي عايشه، الناس ازاي عايشه حواليك. في ناس كتير ظروفها اقل من كده، احنا الحمد لله في ناس ظروف اقل من كده كمان. احنا بنحمد ربنا. ومهما نقعد على التراب بنخليه حرير، ومهما نقعد في اي بيوت بنعمرها وبنخليها بسم الله ما شاء الله. البيت اللي انت شايفاه قدامك ده انا هخليه عروسه دلوقتي بعون الله. بس بلاش تكسروا بخاطري، بدل ما تخشي تشجعيني وتقولي تسلم ايدك، الله ينور عليكي، ربنا يقويكي، اعملي، كبري البيت ده لامك، خدي لها بيت ملك، ربنا يكرمك وتاخدي لها بيت ملك، ربنا يا رب يديك على قد تعبك وتعملي وتعملي لعيالك. هو انا يعني داخله بشتغل ليه؟ وداخله واليوتيوب ده مش شغل؟ ان انا بتعب واعمل وبجتهد وده مش شغل؟ ده شغل برضو. بس لسه ربنا ما كافئنيش على قد اللي انا بعمله. انا مستنيه واملي في ربنا ان هو ان شاء الله ربنا يكرمني وهعمل كل حاجه انا بحلم بيها، وان شاء الله هوصل باذن الله. طول ما انا بقول يا رب بقول يا رب بقول يا رب، ربنا هيفضل معايا. ومفيش واحده تيجي زيك دلوقتي انها تكلمني بالاسلوب ده وبالطريقه دي. بصي انا تعليقك همسحه ومش هرد على تعليقات اي حد سلبيه. انا بطلع ارد على التعليقات لان ما ينفعش تخشوا تستهزئوا بالناس. في ناس كتير ظروفها على قدها، حرام عليكي ما تكسريش بخاطر حد. ما تخشيش تقولي الواحده ايه القرف اللي انت عايشه فيه ده، هو ده بيت؟ هو طب ما هو ده بيت على قد حالنا والحمد لله، مش احسن ما نقعد في الشارع؟ في ناس كتير قاعده في خيم مش لاقيه مكان تقعد فيه. الحمد لله على كل شيء. واحده داخله تقول لي انت عامله روتين في الاوضه امبارح وعامله اهتمام قوي وبتصوري فيه، وده مكان اصلا تصوري فيه؟ بصي هو انت اصلا اخرك انك تقعدي في الزريبه فعلا، ما تقعديش في المكان، في اصلا ما تقعديش اي في مكان، واخ فعلا اخرك المكان ده تقعدي فيه لانه زريبه. طب ليه انا عملت لك عشان تخشي تاذيني بكلام زي ده؟ انت ما تعرفيش ان الكلام ده بيجرح وبيزعل؟ يعني الحقيقه ساعات بتوجع كتير. خلي كلامك كويس، خش قول الله ينور عليكي تسلم ايدك. بصوا يا جماعه، دي شقه امي، الشقه دي اوضه، والصاله اللي انتم شايفينها دي صاله، تعتبر صاله بيقعدوا فيها، واوضه اللي انا نزلت لكم فيها روتين امبارح، ومطبخ هتشوفوه دلوقتي هعمل لكم روتين فيه وهنضفه لكم وهخليه زي الفل دلوقتي. بصوا يا جماعه، انتوا عارفين ان والدتي برضو، والدتي هي مش كبيره في السن قوي، يعني والدتي عندها حوالي 60 او 59 سنه، بس والدتي تعبانه برجليها، يعني بتقوم وتمشي بس رجليها مش ما بتقدرش انها تضغط عليها كتير. ماشي، هي كانت بتعمل عليها جلسات كهرباء وكده، فرجلها تعباها، فهي بتقدرش تقف عليها كتير. فزي ما انتم شايفين حال المطبخ كده، انا باجي من كل فتره لان ايه، انا طبعا ما بقدرش اسيب عيالي كل يوم اجي انضف البيت، فانا باجي كل فتره كده انضف الشقه واروقها لها واخليها زي الفل واغسل لها كل من واغسل لها كل حاجه. انا قسمت الفيديو على فيديوهين، يعني كنت انا عامله كل ده في يوم واحد، المطبخ والطرقه والاوضه، بس انا قسمته على فيديوهين لانه طويل قوي 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 زياده عن اللازم، ما فيش حد هيكمل الفيديو لاخره. فانا قسمته على فيديوهين بحيث ان انتوا تتفرجوا على الفيديو لاخره وتشوفوه، ويعني وتشوفوا كل حاجه انا عملتها فيه، بحيث ان كل واحده بيتها بسيط زي ما انتم شايفين كده. ويا ريته ده بيت امي يا جماعه، والله لو بيت امي هي تحمد ربنا، هو مش بيتها ده، هي واخده ايجار، هي واخده الشقه دي، والبيت ده دورين اتنين، واحده قاعده في الدور التاني وامي قاعده في الدور الارضي، الدور اللي فوق اكبر بكتير، بس تحت صغير. لان تحت ايه، تحت طبعا انتوا عارفين المدخل، وفي صيدليه كمان. الصيدليه اللي هي من تحت واخدينها من تحت، دي من فوق شقه داخله في الشقه من فوق، في الناس اللي هم قاعدين فيه اللي ساكنين. هو البيت دور زي ما بقول لكم، الناس فوق وامي قاعده تحت. فبلاش تخشوا تتنمروا على عيشه حد وتقولوا دي عيشه اللي انتوا عايشينها وده بيت انت عم بتصوري فيه على ايه. المفروض اصلا ما تصوريش فيه، اصورش فيه ليه يا حبيبتي؟
ما بصورش فيه ليه؟ الناس لو قاعده في اوضه، لو قاعده في خيمه، بتصور وبتنزل فيديوهات. ما في ناس بتحب الفيديوهات البسيطه اللي زي كده، اللي ما فيهاش افتكاسات. الفيديوهات البسيطه هتخش تقول لي اصلا يعني هو الفيديو اصلا فيه حاجه خالص؟ اه يا حبيبتي، في بيت وفي كل ما نهوت وفي بوتاجاز وفي تلاجة وفي حاجات بسيطه. انت يعني ايه اللي مزعلك؟ مش عاجبك المحتوى ما تدخليش تتفرجي خالص. يعني هو انت ايه اللي مزعلك؟ فبجد كلامكم بيكسر الخاطر. مش كلكم طبعا، فيكم ناس محترمه كتير، وناس دخلت لي والله بتكتب لي تعليقات كويسه وبتقول لي كملي وتسلم ايدك والله ينور عليكي. بس بلاش ناس تخش يعني تكسر الخاطر. مستنيه ان انتوا تقولها كلمه حلوه، تقولها ان شاء الله يا حاجه ربنا يكرمك وربنا يقويكي وان شاء الله تنولي اللي انت عايزاه. نفسها بجد ان الشقه دي تبقى يعني مش تاخدها ايجار، نفسها ايه؟ عشان انتوا عارفين الايجار وميه ونور وكل ده بحاجه، الحاجه والعيشه غاليه. فهي نفسها بس ان هو يكون شقتها ملكها. فانتوا ما تخشوش بقى تكسروا بخاطر. افرضوا انا قاعده كده وبقرا لها التعليقات، امك تعيش في مكان زي ده، ده انتوا مش عارف الكلاب انضف منكم، وكلام ملوش اي 30 لازمه. طب ليه؟ بصوا يا جماعه، انا نزلت لكم نص الفيديو امبارح، نص الروتين امبارح نزلته. روقت الاوضه ونضفتها تنظيف عميق زي ما انتم شفتوا امبارح وكده. هي الاوضه ما فيهاش حاجه، هي مرتبه فرشينها في الارض كده وفيهاش ايه، بس نضفتها ونضفت الحيطان وهبتها ونفضت الشباك ومسحت الارض وكنستها. وبصوا فرشت الاوضه ولمعتها. الفيديو اللي ما شافوش يخشوا يشوفوا الفيديو محطوط عندي امبارح، بتاع امبارح. اللي ما شافوش يخشوا يشوفوا. هو قبل ده على طول، اللي قبل اللي هينزل ده على طول. تمام كده. فاللي وصل لحد هنا بقى يصلي على النبي. بالله عليكم صلوا على النبي في الكومنتات واكتبوا لي كلمه حلوه كده، وصلوا على النبي قبل ما تكتبوا اي كلمه. واستعيذي من الشيطان كده. ولو وراكي اي حاجه قومي يلا تشجعي كده واعمليها وخليكي مع ام زياد. ان شاء الله طول ما انت معايا هديكي طاقه ايجابيه. وطبعا ما تزعلوش من فيديوهاتي، انا بقول لكم الحقيقه اللي بتحصل، والكلام اللي بيحصل ده هو فعلا بيتقال. ففي ناس كتير بتحب تكسر الخاطر، في ناس كتير ما عندهاش كلمه حلوه انها تقولها، في ناس ما وراهاش غير انها تخش تتنمر بس. فهو ده بيت امي، ده شقه امي، ودي حياتنا. وانا مش معلش يعني مش هروح اجيب لكم شقه ولا اجيب لكم قصر واصور لكم فيه واقول لكم بقى هي دي حياتي وهو ده بيتي وهي دي عيشتي، واجيب لكم حاجه معلش يعني يبقى انا عملت ايه؟ انا داخله بعمل في بيتي، داخله اعمل المحتوى اللي انا بقدمه الحقيقي، محتوى اصلي بيتي وحياتي وعيشتي. مش هدخل اجيب لكم اي عيشه تانية واقول لكم تعالوا شوفوا ده بيتنا، وده مش عارف سريري، وده مش عارفه ايه، وده مطبخي شوفوا عامل ازاي. لا، معلش يعني انا لازم اجيب لكم الحقيقه اللي انا عايشاها الطبيعه. انا بصوا ست طبيعيه جدا جدا، لا بحب التزييف ولا بحب التزيين. والله اي حاجه بنزلها كده بطبيعتها زي ما هي بتنزل. انا ممكن اخش اهزر معاكم واسجل فيديو وانا بهزر، وهي دي فعلا طبيعتي وحقيقتي. مش داخله استخف دمي ولا داخله اعمل اي حاجه بس عشان الفيديوهات، لا والله هي طبيعتي ان انا بحب الهزار، بحب اضحك، بحب يعني افرح الناس اللي حواليا بكلمه حلوه. حتى لو داخله اقول لكم مثلا في اول فيديو انا ماليش نفسي اروق وي وي وي، بس انا لو ماليش نفسي اروق معلش هتلاقوني نايمه وقاعده حاطه ايدي على خدي ومش عايزه اعمل حاجه. لكن انا ممكن اكون بقول كلمه كده في الاول، لان دي طبيعه الستات كلها. اي واحده بتبقى داخله هتمسك المقشه وتعمل، بتبقى كسلانه تعمل اي حاجه، خصوصا في الشتاء لان الجو بيبقى ساقعه. يا رب بقى لو وصلت لحد هنا هكمل لكم، بس لو وصلت لحد هنا حطوا اللايك واشتركوا في القناه واكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني ويحفزني، وصلوا على النبي كده اهم حاجه. و... وبالله عليك يا ست الكل انتوا وهي بلاش تنمر. انا عارفه ان في ناس كتير كتيره بتحبني وبتقول لي كلام كويس. الناس اللي بتتنمر دي الله يسامحها وخليها في حالها، ملناش دعوه بيها خالص، دي كخه كده خليها على جنب. لكن انتوا بقى الناس الحلوه خليكم معايا في الفيديو. تمام كده يا حبيب قلبي. فطبعا في ناس كتير بتبقى مكسله في الشتاء انها تعمل اي حاجه، بتبقى قاعده طبعا متلفته تحت البطانيه وقاعده قدام التلفزيون، ومن فيلم التمثيليه ماسكه التليفون حبه مش عارفه ايه، بتبقى كسلانه تقومي تعمل اي حاجه. بس مجرد والله ما بتقومي وتسخني جسمك وتقومي تخشي على المطبخ تغسلي طبقين قدامك، هتبصي تلاقي نفسك بتنضفي الرخامه، هتلاقي نفسك دخلتي على البوتاجاز، هتلاقي نفسك مسحتي المطبخ، هتلاقي نفسك لو عندك دور غسيل هتيجي حاطاه في الغساله، هتلاقي نفسك عندك باور غير طبيعي. انا عن نفسي من الناس اللي كده ببقى قاعده ماليش نفسي اعمل اي حاجه في البيت وشايفه كل حاجه مكركبه حواليا، مجرد بس ما اقوم واتنشط وامسك الفوطه اللي هنفض بيها وامسك المقشه او اي حاجه بلاقي نفسي جالي باور. بصوا عايزه اعمل كل حاجه، مش عايزه اطلع بقى، مش عايزه اقعد كده على السرير لما الاقي نفسي البيت كله منضفاه.
تمام كده. فهي كل الحكايه بس ان انت اول ما بتزقي نفسك وتقومي من على السرير دي، مجرد ما قمتي من على السرير ولا الكنبه اللي انت قاعده عليه، بتلاقي نفسك خلاص الباور جالك، وبصي بقيتي زي الصاروخ كده بتتشقلبي في قلب البيت. فاكيد لو حد زي كده اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا ان انت كده برضو. تمام. بصوا ما تشغلوش بالكم بالبوتاجاز اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، والبوتاجاز ده من النوع القديم، ماشي، النوع القديم جدا، وبوتاجاز مصانع وحاجات من دي. البوتاجاز ده انا ما غسلتوش معاكم في الفيديو بتاع النهارده عشان ما اكدبش عليكم. انا خلصت البيت ونضفته وغسلت الكولمن ومسحته، وهمسح الحته اللي تحت الحوض دي كمان وهنضف الدنيا خالص. والبوتاجاز ده بقى قلت لها يا ست الكل ان شاء الله هاجي في يوم تاني كده، لان البوتاجاز ده عايز يوم لوحده لانه متبهدل جدا. قلت لها هاجي في يوم كده لوحده امسك البوتاجاز ده انضفه، ولو البيت عايز يتكنس برضه اكنسه كنسه كده وانضفه برضه واخلفه. لكن مش هقدر النهارده لان كنت انا مروحه برضه، كان ورايا غسيل في البيت وانتوا عارفين التصوير على قد ما بيشجعك على قد ما التصوير عطله برضه. التصوير يا جماعه يعني اكيد في ناس كتير اللي هي بتصور عارفين ان التصوير بيبقى عطله ليكي برضه. بيسخنك بيخليكي تقومي تعملي فيديوهات وتتنشطي، بس عطله بحيث ان انت مش بتعرفي تتحكمي قدام قوي قدام الكاميرا. طبعا في ناس كتير عارفه الكلام ده، الناس اللي عامله فيديوهات عارفه عامله قناه عارفه الكلام ده، ما بتقدرش تتحكمي قوي قدام الكاميرا. معلش مش عارفه تتضيري كده، مش عارفه تاخدي راحتك، بتبقي مكتفه نفسك باللبس، مش عارفه واخده احتياطاتك من الكاميرا كده، فمش هتنيكي طول الوقت مركزه في الكاميرا، بتبقي انت خلاص استرحتي في الشغل فبتبقي ناسيه كل حاجه. بصوا خليت الدنيا فل زي ما انتم شايفين، الدنيا شمعة منوره زي ما انتم شايفين كده. فان شاء الله بقى اشوفكم على فيديو كتير وروتينات جايه كتير باذن الله. مع